دي مراتك على فكرة. مش عيب على فكرة انك تمسك ايديها وانتوا ماشيين في الشارع. ولا عيب إنك تعلن حبك ليها قدام أهلك وأهلها. مش عيب انك تناديها بأحب الأسماء ليها. ولا عيب إن في غيابك ترن وتطمن عليها. مش عيب انك تقول اسمها قدام الناس. ولا عيب إنك تساعدها في شغل البيت. مش عيب انك تفسحها لوحدها وتحسسها انها مميزة. ولا عيب إنك تجيب لها حاجة بتحبها علشان تعرفها إنك لسه فاكر بتحب إيه. العيب انك تحسسها انك غريب وانت ماشي جنبها في الشارع عشان الناس تقول عليك سي السيد وتمشي بينك وبينها متر على الأقل. العيب إنك ما تمدحهاش قدام أهلك وتحسسها إنها غريبة عنكم. العيب انك تناديها باسم مش حباه او تفضل تناديها باسم ابنها لحد ما تقرب تنسى اسمها وتنسى ان الرسول امرنا ننادي الشخص باحب الاسماء اليه. العيب إنك تكون في الشغل طول النهار وسايبها في البيت وما تفكرش تطمن عليها. العيب انك تفضل تقول قدام الناس دي المدام، دي ام علان، ومش راضي تنطق اسمها وكأنه عار، ونسيت الرسول وهو بيعلن حبه لعائشة وسط الجميع. العيب إنك تكون قاعد قدام التلفزيون وهي رايحة جاية قدامك بالغسيل والكنيس وعمالة تكح علشان تحس بيها وانت ولا هنا، ونسيت إن الرسول كان بيعمل في مهنة أهل بيته. العيب ان يوم اجازتك تروح مع اصحابك وتنساها بدل ما تفسحها وتفرحها، وكأنك نسيت ان الرسول كان بيتسابق مع السيدة عائشة وكان بيفرح زوجاته. العيب إنك تفضل تنقط ليها مصاريف الشهر وتكون بخيل معاها وتنسى تجيب لها هدية من وقت للتاني. هي سابت بيت كانت بتعيش فيه أميرة عشان تروح بيت تكون فيه ملكة، مش مكنة تولد وتربي وتغسل وتمسح. يا معشر الرجال استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير. اتعلم تبقى بارد، ما تخافش على زعل حد، عشان انت لما زعلت محدش خاف على زعلك. خليك بارد هتعيش اكتر، ما يموتش بحسرة الا الحساس. خليك في النص ما بين بتحب وبين مش فارقه وكله تمام، علشان لو خاف ظنك عادي تروح بالليل تاكل وتنام.